تلاقيه غسيل اموال. ده الاستنتاج الوحيد اللي كلنا بنستنتجه في حكاوي القهاوي لاي براند او شخص بوم ضربت معاه وشطح وطلع في الشلاحات وطلع مع السحاب، نجح نجاح كاسح زي عمك بلبن. يعني اخر الامثله اللي عمل انتشار ونجاح ما سبقش قبل كده اصلا، فروع في كل المحافظات، احتل مصر كلها، اعلانات بالملايين وافكار كريتيف جدا، حتى انه طلع في احتراف وراح يفتح في السعوديه وكان قريب وعلى قاب قوسين انه يفتح في اوروبا، وفجاه تقفل كل الفروع وكل المحلات وكل البراندات التابعه لنفس الاداره اللي بتدير بلبن. وكان الاستنتاج هو غسيل اموال. بيني وبينكم برضو يعني الموضوع يحتمل في جزء من الشك، لان النجاح السريع جدا اللي عمله بلبن والانتشار وكم الفروع اللي فتحها سواء جوه البلد او حتى بره يثير الشك ان اي حاجه في الدنيا مهما كان عمليه النجاح اللي انت نجحتها في حاجه اسمها مرحله النمو، ومهما كانت سرعتك برضو مرحله النمو ليها ليميت، وبلبن فشخ الليميت ده. فتفتكروا فعلا هل بلبن غسيل اموال ولا اعداء النجاح كتير؟ واخصامي